رجعوا أبطال، والمدينة كلها فرحت بيهم زي ما يكونوا كسبوا كأس العالم. بس الفرحة دي للأسف ما طولتش. الدنيا وقفت فجأة وبدون أي مقدمات. إنكيدو تعب، تعب غريب كده، ومفيش دكتور عارف يخففه، كأنه تعب مش من الدنيا دي. جلجامش قعد جنبه مستني صاحبه يقوم ويضحكوا تاني زي زمان. ما كانش متخيل إن القصة ممكن تخلص كده. وفي يوم إنكيدو سكت، سكت خالص. دي كانت أول مرة جلجامش يحس فيها إن في حاجة أقوى منه بكتير، حاجة اسمها النهاية. الخوف مسك فيه، خوف مش من وحش ولا من حرب، خوف من الموت نفسه. من اللحظة دي قرر إنه لازم يهرب، يهرب من الموت بأي طريقة، حتى لو ما كانش عارف الطريقة. وسمع إن في راجل عجوز اسمه أوتنابشتم، عاش سنين طويلة وعنده السر بتاع الحياة الأبدية. شد الرحال وساب مدينته كل حاجة وراه، وطلع يدور على السر ده بنفسه. مشي في جبال وأنهار في رحلة طويلة كلها ليل وغموض، كأنه بيدور على إبرة في قماش. لو عايزين تعرفوا ايه اللي اكتشفه جلجامش في نهاية الرحلة الصعبة دي، اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان نكمل القصة.